السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة طبعا من اول كده الفيديو شايفين معانا هنعمل النهاردة مع بعض رز بلبن. هنعمله بطريقة حلوة قوي. كوباية رز بلبن صغيرة جدا، وبيقولك ب15 جنيه الصغيرة السادة، واللي هي زي القنبلة اللي عليها مانجا وكنافة وبسبوسة والكلام ده كله بيقولك بحاجة و20 جنيه. طب ليه؟ احنا هنعمل من كيلو ونص لبن من كوباية رز واحدة، هنعمل احلى رز واحلى تشكيلة رز بلبن. انا طبعا عندي هنا الرز بسخن مية، بغلي مية نزلت بكوباية رز واستنيتها لما استوت قوي كويس جدا بالشكل ده كده. وبعد كده معايا كيلو ونص لبن، يبقى معايا مج رز واحد اللي احنا بنشرب فيه شاي بلبن، هنعمل عليه كيلو ونص لبن بالشكل ده. انا كنت غاليه اللبن من قبلها بيوم وحطيته في التلاجة وعمل وش القشطه ده. عايزه اقول لكم طعمه في منتهى الجمال، اللي يخلينا نشتريه من بره طالما احنا بنعرف نعمله، وطريقتنا بتبقى معروفه ومعروف نظافتها ومعروفه جودتها. نزلنا كده باللبن واستنينا كده لما القشطه بتاعتها والكله داب في قلب اللبن. نزلت بقى بالسكر بتاعي، وطبعا انا ماليش معيار للسكر لان زي ما بقول لكم السكر ده اذواق، في ناس بتحبه مسكر قوي وفي ناس بتحبه مظبوط. انا عن نفسي بحبه مظبوط، ما بحبش السكر الزياده. نزلت بالسكر، وطبعا هدوق كده، ولو لقيته عاوز سكر احط له، لقيته عاوز سكر نزلت عليه بشويه سكر كده، وهقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا. بقى حاجه حلوه هتخلي طعم الرز بلبن بتاعي تحفه جميل جدا. معايا معلقتين كريم شانتيه، احط لها شويه ميه سقعانين من السقعانين كده جامد، وهبدا اقلب 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 الكريم شانتيه كده علشان خاطر يدوب كله ويديني طبقه الكريمه اللي تبقى على الوش المكرمشه دي. وهبدا انزل بقى كده بالكريم شانتيه دي. هتديله الطعم بتاع المحلات والكرمشه اللي بتاع الوش، وخصوصا كمان ان احنا حاطين له لبن اللي هو الجاموسي، مش لبن اللي هو المعلب المبستر. وبعد كده رحت جايبه 3 معالق نشا وحطيت عليهم كوبايه ميه ودوبتهم كويس جدا بالشكل ده. مش هحط النشا على الناشف كده، لا، لازم ادوبها في ميه ساقعه علشان خاطر ما انزلش بيها على اللبن وهو سخن، على الرز وهو سخن فتكلكع مني. بصوا شايفين كده الجمال. هبدأ انزل بقى كده بكمية النشا، 3 معالق نشا على مج على مج الرز اللي انا حطيته كيلو ونص لبن. نزلت بقى ايد بتقلب وايد بتنزل، وهنفضل نقلب 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 لحد لما النشا بتاعتي تستوي في قلب الرز. وبعد كده هطفي، هتديني قوام مناسب جدا. حاولي على قدر الامكان ما تخليش الرز بتاعك تخين، لان الرز عامه في نشا وبعد كده بيرخي النشا بتاعه، فبتبصي تلاقي الرز بتاعك ناشف ومكبس وانت ترجعي تقولي ده الرز ايه كبس مني. لا، حاولي تخلي الرز بتاعك بالشكل ده بالسمك ده كده. اول ما الاقي الرز بتاعي بقبق كده وعمل الفقاقيع دي اعرف كده ان النشا استوت في قلب الرز. نبدأ بقى نغرف الطبق بتاعتنا او الطواجن او ايا كان انت اللي هتحطي فيه بالشكل ده كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان فيه مفاجآت حلوة في الفيديو هتعجبكم، وافكار كمان جميلة قوي هتعجبكم ان شاء الله. واللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك علشان غيره يستفيد من الفيديو. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو وبوصله لاكبر عدد من المشاهدين. ما فيهاش حاجه حبيبه قلبي، لو انت شفتيه قومي دايسه كده على ايدك اليمين على زرار اللايك علشان غيرك يستفيد من الفيديو. خدي مني فكره ومن غيري فكره، وبعد كده قومي اعمليها على طول، نفذيها هتستفيدي، وخلي غيرك يستفيد. فيد واستفيد. بصوا من كوباية رز عملنا كمية كبيرة جدا من الرز. هتشوفوا دلوقتي كمية الطبق اللي احنا غرفناها. بصوا اللهم بارك، حاجة تحفة. بصوا انا كنت غرفت كام طاجن كده، ومعلش المقطع دوت ما تصورش، انا اسفة. كام طاجن كده فخار صغير، رشيت على وشه سكر ودخلته الفرن تحت الشواية، اخد اللون التحفة ده. وبعدين في حد من افراد الاسره طلب واحد بالمكسرات، بس انا ما عنديش مكسرات، حطيت له زبيب وجوز هند. جبت منجايه كانت عندي في الفريزر وقطعتها بالشكل دوت. وتعالوا بقى نعمل تشكيله هايله من الرز علشان خاطر ما حدش يبقى نفسه في حاجه، وكل اللي نفسهم فيه احنا نعمله لهم، ونحاول على قدر الامكان ان هم ياكلوا كل حاجه من البيت وما يشتروش حاجه من بره. وزي ما قلت لكم من كوبايه رز وكيلو ونص لبن عملنا كميه كبيره من الرز.
ممكن كمان لو انت كنت غرفتيها في اطباق صغيره كانت عملت معاكي عدد كبير جدا من الطباق للرز. ولكن احنا بصوا انا عامله سرافيس اللي هي دي اللي انا بغرفها بالمانجا دي، والسرفسين السفر دول كبار. وبقول لكم عايزه اقول لكم كانت عامله كميه هايله الحمد لله اللهم بارك. كان طعمه في منتهى الجمال، كان طعمه تحفه، خصوصا ان انا عملت لهم تشكيله هايله عشان ما بقاش نفسهم في حاجه. وكمان كان عندي كده بسبوسه كنت عملتها ورحت بقى جايبه الحتت دي. بصوا اهي على كل طبق او كل طاجن هنحط قطعه بسبوسه اهو بالشكل ده كده. طريقه البسبوسه عندكم حبايب قلبي ادخلوا كده على عالم بوجي لوكا واكتبوا طريقه عمل البسبوسه المكرمله عالم بوجي لوكا، هتبص تلاقيها الطريقه تعجبكم ان شاء الله. ايه رأيكم بقى كده؟ عملت لهم تشكيلة هايلة من البسبوسة، حاجة كده تحفة جميلة جدا. عملت لهم بالمانجا وعملت لهم بالبسبوسة، وكمان عملت لهم اللي هي الطواجن دخلتها الفرن زي ما قلت لكم، ان رشيت على وشها سكر وبعد كده دخلتها تحت الشواية وبقت بالشكل القمر العسل التحفة ده. شايفين كمية كبيرة جدا من كوباية رز. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو بيوصله لأكبر عدد من المشاهدين. واللي أول مرة يشوف قناتي يضغط على زرار اللايك ويدوس على زر الاشتراك الأحمر ويدوس على رمز الكل علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. ايه رأيكم بقى؟ بصوا شايفين الجمال، الطواجن اللي دخلت الفرن طعمها هايل، السكر متكرمل وطعمه في منتهى الجمال، طعم الرز تحفة جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم الكميه كانت هايله عجبتهم جدا واللهم بارك. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.